ما هو ما كانش ينفع يجي العيد من غير ما اديكوا العيدية بتاعتي. على شكل فيديو صغير كده جمعتلكوا فيه خلاصة خبراتي في عالم التتبيل الشوي، وصولاتي وجولاتي في مجال فواكه الحيوان وجميع اكسسواراته. ده غير شوية سلطات كده جنب المشويات هتفتح نفسكوا على الدنيا وتخلي العيد عيد بجد. الناس اللي بتحب اللحمة المشوية بس ما بتحبش طعم الضاني، تعالوا احللكوا المشكلة دي خالص ومن غير ما ادفعكم 100,000 جنيه في عرق فليتو. هاتي لي حتة لحمة بقري أو جاموسي مش هتفرق، من الحتة اللي بتبقى قرب الضلوع دي واللي بيطلقوا عليها سيرلوين ستيك. الحتة دي هي أحلى حتة تناسب الشوي وكمان ترضي جميع الأذواق، عشان بتكون لحم صافي فيحبها الناس الإنفة اللي ما بتحبش الدهون في اللحم، بس في نفس الوقت متحوطة بطبقة من الدهون ذات القوام التشوي كده واللي بيعض ويتكرمل بعد الشوي، فترضي الناس المزاجنجية اللي بتعرف تاكل لحمة صح. نيجي بقى للتتبيل، وتعالي اعمل لك تتبيلة تخلي أي قطعية لحمة هتشويها تدوب سوا وتاخد أقل وقت على الشواية. تبلي اللحمة بتاعتك ببصل وطماطم وكيوي وملح وفلفل وممكن جوز الطيب وبس. بلاش خل بلاش ليمون، وده عشان الخل والليمون بيضعف طعم البصل ويسوي الأنسجة من قبل ما نشوي. طب بذمتك عمرك كلتي لحمة عند حاتي وحسيتي فيها بطعم خل ولا ليمون؟ طب أمال إيه اللي هيطري الأنسجة بتاعت اللحمة؟ اللي هيطري الأنسجة هو الأسيد اللي موجود في الطماطم والكيوي. هما فيهم نفس الأسيد الموجود في الليمون والخل بس من غير ما ناخد الطعم المزز ولا نضعف قوة البصل. لما تضربي الخضار في الكبة اوعي تزودي لها مية عشان ما تضعفيش طعم البصل برضه، وعشان تاخدي أكبر قدر من عصير البصل اضربيه بشكل مستمر مش عن طريق النبضات. أنا عايزاه يتعصر كويس قوي عشان هنزل بميته بس على اللحمة لأنها بتتخلل الأنسجة أسرع 100 مرة من إني أتبل بالبصل المفروم كله من غير ما أعصره. نيجي بقى للتسوية. لما نشوي لازم نستنى لما الشبكة بتاعتنا تسخن قوي وتعمل الصوت الحلو ده عشان اللحمة ما تلزقش وناخد الخطوط المكرملة اللي تجنن دي، وعشان كمان حتة اللحمة بتاعتنا تنقبض مسمعة بسرعة فتحافظ على العصارة اللي جواها. نستنى كام دقيقة بس لحد ما أول وش ياخد صدمة ومسامه تنقبض ونقلب عشان نعمل كده مع الوش التاني، فيبقى حتة اللحمة بتاعتنا اتحبست جواها العصارة. ساعتها بقى نغطي الشواية عشان اللحمة تستوي على نار هادية وتستوي صح. الناس اللي بتحب خطوط الشوي وكرملة الدهون والكونتراست في الطعم جربوا محلول التلميع والتطرية الرهيب بتاعي ده. في بولة هحط معلقتين كبار عسل، عليهم معلقة صويا صوص، وهدهن بيهم اللحمة قرب ما خلاص هطلعها من الشواية. واستمتعوا بقى بلون وطعم ولمعة مش هحكيلكوا عليها، هسيبكم انتوا تجربوا وتيجي تحكولي. وبالنسبة بقى للناس اللي مش فارق لها طعم الفحم وبتحب تستمتع بحتة الستيك دي وهي جوسي كده ومليانة عصارة، تقدروا تسخنوا طاسة كويس قوي على نار عالية، تنزلوا فيها بحتة زبدة وشوية زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. ننزل بقى بحتة اللحمة من غير ما نتبلها ولا نعمل فيها أي حاجة خالص لحد ما تعمل الصوت الأقرب إلى قلبي ده. كام دقيقة بس ونقلب. فرع روزماري، فصين توم كبار والملح والفلفل في الآخر، واستمتعوا بقى بحتة لحمة مكرملة من بره مليانة عصارة وطرية وتهبل من جوه لو كنتم من الذواقة اللي بيحبوا اللحمة ريردان. ومعلومة مهمة قوي بقى لحزب الناس بتوع يعا، اللي جوه اللحمة ده يا جماعة مش دم، دي العصارة بتاعت اللحمة. وعشان حتة اللحمة دي قيمة قوي حرام علينا نبوظ طعمها بالتسوية الكتير اعتقادا مننا اننا كده هنطريها اكتر، عشان حتة اللحمة دي تحديدا كل ما تتساب على النار زيادة كل ما بتتحول لكاوتش. ندخل بقى على كفتة الحاتي، وتعالوا جاوبكم على اهم الاسئلة اللي بتجيلي فيها باختصار شديد قوي، علشان انا صورت لكم فيديو قبل كده بالتفصيل هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. اول سؤال، ليه الكفتة بتطلع ناشفة مني وما بتمطش ولا مأستكة كده زي اللي باكلها عند الحاتي؟ ده عشان انتي ما بتحطيش نسبة الدهون الصح للكفتة اللي المفروض تكون من 20 ل 30% من نسبة اللحمة. طب ما انا لما بحط دهون كتير الكفتة بتكش مني. ده بقى يا ستي عشان انتي ما بتختاريش نوع الدهون الصح. الدهون الصح اللي بتضاف للكفتة اسمها دوش، ودي بقى ما بتدوبش ولا بتسلق ولا بتسيب اللحمة وتنزل. ده غير ان ليها مضغة كده فبتعمل استكة ومطة في صباع الكفتة. السؤال التاني، ليه الكفتة بتسيب السخ وتنزل؟ الإجابة هي إنك عشان ما ضربتيش اللحمة مع الدهون كويس قوي في الكبة لحد ما عملت عرق، وعشان بتحطي البصلة معاها بعصيرها. استخدمي طفل البصل بس، أما عصيره فسيبيه على جنب باللي بيه صوابعك وانتي بتصبعي الكفتة.
السؤال الثالث، ليه لما بشوي الكفتة في فرن البوتاجاز واعمل لها تدخين عن طريق الفحم ما بحسش بطعم الفحم قوي؟ طب ما تجربي كده تدخني اللحمة بتاعتك على مرحلتين، مرة قبل التسوية واللحمة لسه مفرومة، ومرة تانية بعد ما تستوي وتبقى كفتة. هتاخدي طعم فحم متغلغل في كل فتفوتة في صباع الكفتة، ولا كأنك جايباها من أجدعها حياتي. بس طبعا ما نكترش في موضوع الفحم ده عشان تعويد الجسم عليه مضر. آخر سؤال بقى، ليه الكفتة بتطلع معايا ملكومة؟ طب جربي تضيفي لكل كيلو لحمة معلقة صغيرة بيكنج باودر، هتاخدي هشاشة ما شفتيهاش قبل كده. وهنا بقى وجب التنويه إن لو انتوا بتشووا على شواية فحم اوعوا تطفوا الفحم من غير ما تشووا عليه شرايح بدنجان وكوسة وفلفل رومي بالشكل ده، وكم طماطمايه كده تشوهم بحالهم وتقشروهم وتدقوهم مع كم فص توم وكم قرن شطة وشوية ملح وكمون وبابريكا مدخنة وسماق وليمون وزيت زيتون، ونقوم مقلبين الخضار المشوي معاهم ومرقدينه في التتبيلة الخطيرة دي كده اهو. واستمتعوا بقى بسلطة صحية وخفيفة ولذيذة، ومش ببالغ لما بقول لكم انكم هتسيبوا اللحمة وتاكلوها. وعلى فكرة جربوا تحطوها على السمك لو نفسكم في صينية سمك خفيفة وتجنن من غير ما تلجأوا للتسبيك ولا الوجع القلب في الحر اللي احنا فيه ده. مش عايزة بقى سلطة الطحينة الصحية بتاعتي تفوتك، ولا سلطة البنجر أو سلطة الفاصوليا، ولا بقى مية السلطة، ولا سلطة البصل التركية. هسيب لكم لينك السلطات بتاعتي دي كلها في الكومنتات، وأوعدكم إنكم هتلاقوا أحلى طريقة لكل حاجة بتدوروا عليها. ده غير الصوصات المميزة جدا اللي راهنكم لو تلاجتكم هتخلى منها بعد ما تجربوها. عاشقي الممبار بقى، عايزة أقول لكم إنكم هتاكلوا أحلى ممبار في العالم لو قسمتوا البصل بتاعه لجزئين، جزء شوحتوه تشويحة خفيفة لحد ما يبقى لونه شفاف بس كده وسبكتوه مع الطماطم والخضرة، والنص التاني تسيبوه ني وتدعكوه مع الرز مع شوية ملح وفلفل اسود. أما الكوارع بقى فخدوا تركاتي في الصلصة دي اللي بتكسر حدة الدسامة في الدهون اللي موجودة في الكوارع وتخلي اللي بياكل منها ما يوقفش، وهي إنكم تستبدلوا الخل بعصير ليمون، وعصير ليمون كتير قوي مع رشة سكر وضعف كمية السكر اللي هتحطوها ملح. وشوفوا بقى الكونتراست ده لما تحطوه على وش الفتة ولا الكوارع هيعمل ايه. اوعوا تنسوا تدعكوا العيش المحمص بفص توم ني علشان بيودي الطعم في حتة تانية. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك بلاش نقتصر فرحتنا على أيام العيد، كل صبح بتفتحي عينك فيه وانت بصحة وستر عيد، كل مرة بتغمضي عينك فيها وانت مطمنة بأمان من غير كوارث طبيعية ولا حروب عيد، كل لحظة رضا وتسليم بقضاء ربنا عند المؤمن عيد. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة جميلة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.